السلام عليكم ورحمة الله حبايبي ومتابعيني، رجعت لكم من بعد غياب طويل. أدري مقصرة وياكم، صار هواية ما منزلة فيديوهات، كلها بسبب هذه الظروف اللي نشوفها. أخواننا الفلسطينيين. طبعا ما ألي واهس بأي شيء، هواية طبخت طبخات بس ما ألي واهس أصورها. بس إن شاء الله من ناهيج كل أسبوع أنزل لكم فيديو جديد إن شاء الله. سويت اليوم لفة خميرة أو الشرك العراقي أو المعروق أو البريوش، كل هاي نفس الأسامي بس الطريقة نفسها والطعم نفسه. راح أضيف هنا بالعجانة عندي 5 أكواب من الطحين بهذا هذه الأكواب تقريبا مقدارها 200 250. منخولة، طبعا الطحين لازم منخول، وضفت له 3 معالق طعام من الحليب الباودر. إذا تريدين تقللين أو تريدين تزيدين كيفك، هاي شي راجع لك. وهنا نص كوب من الشكر، وملعقة أكل خمرة، ونص ملعقة من الملح، ونص ملعقة من البيكنج باودر، ملعقة أكل يعني قصدي. أخبطهم كلهم على الجاف، بعدين أضيف إضافة همينة كنكهة طيبة اللي هي الهيل. ملعقة كوب من الهيل، طبعا ضروري هاي تعطي كلش نكهة طيبة للعجينة، ونص كوب زيت. راح أخلطهم وأضيف بعدين الحليب دافي مقدار كوبين وثلاثة أرباع. هو ياخذ من كوبين ونص إلى كوبين وثلاثة أرباع حسب نوع الطحين شقد ياخذ عندكم. يعني ال5 الأكواب بهذا القياس خليت له كوبين وتقريبا ثلاثة أرباع من الحليب. ضفته إله بشكل تدريجي لحد ما تكونت عندي عجينة لينة، وبعدين أكملها بالزبدة، زبدة تكون لينة بدرجة حرارة الغرفة. أنا ضفت الكوب الثاني من الحليب، حليب دافي مثل ما قلت لكم. وهنا 3/4 الكوب من الحليب لحد ما شكلت عندي العجينة بهذا الشكل بالعجانة. انتي ما عندك عجانة تقدرين بإيدك عادي، يعني كلش يعني سهل الموضوع. تقدرين تحشيها تمر، حلقوم، جبن، شنو اللي يعجبك كله يرهام. هذه العجينة كان كلش لينة، لا تخافون عادي، يعني هي تصير يعني مو كلش سايحة فد مرة، ولا كلش قوية، تصير هيجي لينة. ضفت لها الزبد. هنا أنا تقريبا الزبد اللي ضفته تقريبا مقدار 60 غرام. ظليت أعجن بيها بإيدي لحد ما تلابس كلها بهذا الشكل، هيجي كان شكل العجينة. تركتها تخمر مدة ساعة، بعدين جيت اشتغلت بيها مباشرة بدون ما أقسمها أو أكورها. رأسا أكور مباشرة أو يعني أفتح، لأنه عجينة كلش مختمرة ومرتاحة كامل. رأسا اشتغلت بيها بهذا الشكل. وهاي الأشكال والتقطيعات هاي أنتي حسب أنتي خبرتش وإلك يعني فكراتش بالتزيين، هذا الشي كله راجع لك. أنا كم مرة بكل فيديوهاتي ما أأكد على الأشكال، أنا يهمني بس العجينة وطعمها والشكل. هذا شي أنتي راجع لك شلون تحبين تزينيه أو ترتبيه أو تلفلفيه، هاي كل شي راجع لك. فهنا أنا سويتها هاي الأصابع مثلا على شكل ضفيرة، أو على شكل مثل بريتزل، كلها هاي الأشكال يعني العادية. حسب أم البيت وتاخذ إيدها على العجينة شلون تريد تشكلها، هاي براحتها. المهم من تبدين تشكليها وتخليها بصينية الشوي، تتركيها تقريبا ورا هذه الفترة كلها فد ربع ساعة. تغطيها بقماشة من المطبخ خاص مع الطبخ، وتتركيها تتخمر همينة مرة الأخت ترتاح قبل لا تدخليها على الفرن. والفرن لازم أحميه مسبقا قبل لا أدخلها، يكون مثلا على حرارة 450 فahrenheit، يعني تقريبا حرارة 250 سيليزية، حرارة عالية. وأدخلها بس من الأسفل، وهي باي ديفولت تاخذ كلها من فوق الحرارة بدون ما أعلق لها الأعلى، لأنه هو الفرن أول وتالي حامي. هنا أنا سويته أني بالسمسم. شنو أنتي عندك السمسم تريدين حبة البركة، يعني قصدي حبة سوداء، أو هذا البوبي سيد من طعم طيب، كلها هاي شي راجع لك أنتي. أو تقدرين تحشين العجينة مثل ما قلت لك بالحلقوم، بالتمر، مثلا بالجبن، مثلا جوز هند وزبيب، إخواننا السوريين يحشوها. كلها يعني تعطي طعم. صراحة أنا ما كان عندي الوقت الكافي حتى أقدر أحشي، بس هي العجينة بحدها تاكليها كلش كافي، طعمها حيل طيبة. بهذه الأشكال شكلتها،
وراح أتركها مثل ما قلت لكم تتخمر وأشويها وشوفوا النتيجة وياي. حبايبي لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب وتضغطون على جرس التنبيهات حتى نبقى إن شاء الله على تواصل وبدون انقطاع ونزيد من فيديوهاتنا إن شاء الله. بهذا الشكل راح أغطيها بهذه القماشة وأتركها لمدة تقريبا ربع ساعة، كل ما تعرفيها تقريبا يعني أكثر تحصلين على نتيجة أحسن. هنا أنا راح أدهن الوجه ببيضاية شوية حليب، هاي طريقتي. ما تعطي أي زفارية ولا أي نكهة بيض، ما تبين نهائيا. إذا أنتي ما مقتنعة تقدرين تبدلين يعني تشيلين البيضة تدهنيها بس بالحليب هم كافي، هم تعطي يعني شكل حلو بالشوي. زينتها هنا بحبة البركة. وهذا البوبي سيد، البوبي سيد هذا ما أعرف يعني فد شي كلش طيب. هنا الأجانب دائما يستعملوه بالمعجنات مالتهم يحطوه على الباقل والهاي كلش طيب. يعطي نكهة للمخبوزات وكلش يعني مريح حتى المعدة ما يأذيها من تاكليها بالمعجنات. راح أدخلها على الفرن اللي أنا حاميته مسبقا على درجة حرارة قلت لكم عالية 450 فahrenheit. وهذه النتيجة شوفوا لي على الهشاشة تخبل قطنية فلفي، ماكو هيجي لفت خميرة فد شي خيالي. جربوها وكتبوا لي بالتعليقات. في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.